كينج اللعبة معاكم بولا سمير، واهلا بكم في اول لايف رياكشن محلي ما بين الاهلي والزمالك في كاس مصر. نهائي سعودي. ماتش بقى ايه، شغل تاني واجواء تانية، وتوتي بتشيرت الزمالك ورونالدو بتشيرت الاهلي، واجواء باينة. واول 5 دقايق الاهلي مبهدل الزمالك طبعا. ناخد بس خلاص اول مرة بقى نبقى ند بند 2-2، انا واخويا على اي حد. ومين مين وانا عصام. ومين عصام على اي سبب. نبدا ايه بقى بالتوقعات. نبدا الاول، اعمل لايك لللايف رياكشن، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، ونبدا بسم الله. توقعات 3-2 للزمالك. الماتش هيخلص 1-0 لاحد الفريقين، ولكني بسبب انتمائي اختار الاهلي. هو ليه؟ ماشي انا بختار النتيجة 2-0 للنادي الاهلي. انا اقول النتيجه 2-1 للاهلي. كده تقريبا 3 قالوا ان الاهلي هيكسب، وواحد قال ان الزمالك هيكسب. وده بيتكلم طبعا، باين جدا ان هو بيتكلم بان هو مشجع للزمالك مش اكتر. لا انت ما فيهاش اه ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه يعني سيميوليشن ويستحق ينزل. ايه، قول تاني الكلمه اللي بالانجليزي. سيميوليشن ويستحق ينزل. اوكي. بص الكاميرا بقى وجايبك كادر من فوق. بص، عواد بيشتم امام، وطبعا دي بدايه خير ان شاء الله. طبعا طبعا راعي. ممكن. طيب نبدا كده، قول لي مين اهم لاعب في تشكيله الزمالك ممكن يغير من ماتش. طبعا المستوى الثابت العالمي، احسن لاعب في مصر احمد سيد زيزو. مين مثلا من الزمالك؟ طبعا يوسف اوباما. انا ممكن اقول تخيل اسمه يوسف. تخيل ان نجم الزمالك يوسف اوباما انا يعني. ممكن اقول عشان خاطر انا قول، من اتفضل. الزمالك. هقول من الزمالك برضه. ماشي. اونيرو الراعي الجديد. طبعا دي اهم صفقه في تاريخ النادي زي ما هم قالوا. عملوا له كلام إعلان من كلام النادي. كلامهم مش يعني ده انتوا عملتوا اعلان اونيرو اجمد من الصفقات اللي جبتوها السيزون ده تقريبا. الحمد لله احنا عندنا بس في تطور، باين ان في تطور في النادي اكيد الصراحه. اكيد بيجيبوا لهم اللي هو الاحمر اللي بالشوكولاته اللي يا ناقص ابني السوق. احنا اللي يراعينا نراعي، ايه؟ اللي يراعينا نراعي. معنى كده ان كل واحد هياكل اونيرو هيلاقي دعم وحب من. خلص كل فلوسي يا عم. والله حبا في الجنة. طيب ومن الاهلي، انا اقول الاهلي الدينامو اللي ممكن، مع اني مش بكرهه بس ماشي، امام اللعيب اللي ممكن يغير من ماتش في ماتش مهم زي ده. يا امام يا كهربا، والاثنين طبعا هيتظبطوا. حسين شحاته هيجيب جونين. وانا ممكن اقول رامي رجوله. ما عنديش الصراحه على اسم. يلا زيزو. شوت يلا يلا يا ولا يا اوفا، يلا ولا اوفا. وحشه قوي وحشه قوي. يا زيزو. بص هو دخل، محدش من الاهلي قبله. يا ابني بص الولا وقع ده مين ده؟ مين ده؟ شحات اتزعل. مش فاكر شحاته هيلعب ماتش والنبي عالمي. سيبها يا كابتن. لا هو سبق الكوره. شوطه وحش قوي. ايوه كانت عايزه قوه دي. يا ابني زيزو، ايه ده الشوطه دي؟ يا ابني زيزو المفروض كان هيشمعها في العارضه، مش عارف ايه اللي حصل. طيب زي ما اتذكر في الاعلان بتاع اونيرو، عبد الله لما قال هو مش انا اهم صفقه في النادي، هل انتوا تتفقوا مع الجمله؟ طبعا انا بالنسبه لي اهم صفقه هي صفقه ناصر ماهر، لانه لعيب عالمي. وانه لعيب ماهر. انا بالنسبه لي صفقه عبد الله طبعا هي التوب، وطبعا الحمد لله انا التوب بصراحه والكنتالوب. من وجهه نظري اهم صفقه في النادي هي الناس اللي ماسكه الميديا هناك في الزمالك ابتدت تشغل النادي. لا والله انا بقى النقطه دي مهمه جدا. حوار الميديا دي انتوا تعبانين. مله اه الزمالك في الميديا يعني كفايه اعلان الصفقات ده. يعني ده منزلين صورهم. عارف لو جبتوني ايه ده يا جدعان ده؟ جابوا الساحر يا ابني. اعمل شغل الساحر. أحسن من دول دي. بيقول لك الساحر ناصر منت. هو ليه بقى سؤال، ليه سامسون مش بيلعب؟ لانه فاصل شحن بما انه سامسونج. طب سؤال كمان. اساله تاني عادي. ليه محدش شحنه؟ ده السؤال الاهم. ليه سامسون مش مشحون؟ وانتوا عندكم ماتش قمه. مفيش قطع غيار. اساسا بجد مش هزار. الحكم ده خريج جماعه حكام. خريج ظباط. وانت بما انك في الجيش. خريج تسمى منزلي. اه لا ده خريج مدرسه هوجرس للسحر. ليه بقى يا ترى؟ عشان اخو تامر هوجرس. جنة جنة. شكرا. سلية مين ده؟ هو ده اللي بيعمل ده بقى ميسي تاو.
قلت لك ده ميسي، قلت لك الكره دي انا حاسس بيها حاجه، ما جاتش جون. بس كانت حلوه من نص الملعب وانا حاسس ان في حاجه. كويسه بس الفينش وحش قوي. الفينش وحش قوي. السولية طبعا رجع بعد اصابه وبعد فتره، طبعا اختيار السولية ده علامه استفهام لوحده. هو فين مروان عطيه؟ تشكيله الاهلي غريبه اصلا مبدئيا، احنا ما اتكلمناش في حوار التشكيله ده. ولا مصطفى هادي ده في البويس ايه ولا ايه ده؟ بص فاول بامانه بامانه يعني بجد الولد بيبعد عشان خاطر ياخد فاول وخد فاول وهاني على الله. واخد فاول؟ ايوه عطاله فاول. اخد فاول؟ مصطفى شلبي عمل في رجله كده وراح قام هو اخد فاول؟ اول لما بص هو يا ابني باين قوي انه هياخد فاول. ايوه باينه انه باين قوي انه عايز فاول هو وهاني عايز دخل فاول. وعمل اللي هو عايزه. أنا مش أنا عارف بقى- ايه يا جدعان صح. هاني فين ده، اكرم توفيق؟ هاني ده علامه استفهام في حياتي مش في الاهلي. شبه مروان محسن فاكر؟ ده الكوره المصريه في يا الكوره. ابني هاني ده اكتر لعيب بيتمرقص في اي ماتش الاهلي. انا فاكر بس اشرف بن شرقي. ليه متوشه بيبقى عالي قوي. ليه متوشة ما بين كل 100 ماتش بس. وده لا يصلح للعب الكرة في الدوري المصري مش في الاهلي. محمد هاني ده كارثة من كوارث الزمن. في سؤال في اين يوجد اكرم توفيق؟ عندك بجد؟ طب ازاي ده احسن؟ اكيد اكرم يا عم، هي- وكريم فؤاد كويس وجايبين عمر كمان. يلا بينا كمال عبد الواحد. انا مش فاهم ازاي يا جدعان الصفقات دي علامه استفهام كلها ما بتعرفش ازاي. العباظي يا شلبي يا دي شلبي. دي ما ده جاتش في ايد حد صح؟ نروح بقى Checking. يروحوا للفار بقى على الكرة اللي واخد- اترفعت دي، واخد- ويا رب تكون خبطت في ايد محمد هاني وتحسب ضربة جزاء للزمالك. ده يبقى اسوأ ماتش. ويا رب بقى والزمالك يجيب جون عشان نبدا نتفرج على ماتش كوره بدل اللي احنا بنعمله ده. ما جت في ايد الشحات ده ولا يعني مش عارف. ضربه جزاء. لا من من بره بره يا جدعان. مش لا من جوه. بره. هي جت لا من جوه. بصوا يا جدعان هي جت في جسمه مع كف ايده. بص هي من بره بس الحكم لو حسبها من جوه يبقى الحكم فعلا بيبوظ الماتش. هي الكرة جت في جسمه وبعد كده جت في ايده. بجد يبقى الحكم يبقى علامه كبيره قوي بوظان الماتش ده. هي القانون بتاع الغير مقصود ده لغوه ولا ما لغوش؟ الكرة لان هي جت في جسمه مع كف ايده فهو مش قاصد. بص هي يمين شمال، هي من بره هي مش من جوه. بس فيها شك خلي بالك. نسأل استاذ مينا سمير انت شايف ايه المشكلة عند الاهلي ان هو مش قادر يلعب؟ انا مش شايف بامانه الله بجد. طب مش هزار بجد. بتكلم جد. الماتش اول حاجه بص ناطح. في ده ناطح ده بقى. ضربه يعني يا رب يكون اتصاب يا رب. هو احنا نحب نوجه رساله لكل الشعب المصري، بنشكرهم ان هم قدروا يستحملوا لحد دلوقتي 38 دقيقه بدون كوره في 33 دقيقه ومفيش كوره واحده اتلعبت. انت متخيل انت صارف ومكلف قد ايه عشان ماتش ما يسواش؟ اعرف بقى حقيقتك وده لو اتكلمنا في الحوار ده نضايق ناس كتير. ليه؟ هنفتح ملفات منتخب مصر وهنفتح ملفات هتضايق ناس كتير قوي عن الكلام عن المستوى الكرة في مصر، بس احنا هنسكت لان الكلام ده بيضايق، والصراحة طول عمرها بتزعل. عشان تعرف انت لما بتخرج وبتطلع وبيبقى مستواك قدام القارة كلها عار، دول قطباء الكرة المصرية. شكرا. حلوة يا لهوي. حلوة قوي حلوة انا وصل بيا المرحلة ان انا بقيت بشجع الزمالك من كتر الملل والله. فخر ليا نادي الزمالك هو ناديا. واعيش واموت. خلصت. لا 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 عارف لما سوف اولاد بقول بجد عارف لما واحد. رحت بلعب 11 انت تصدع لي يالا. اخوك اتكلم. بس خلاص يا باشا. عارف لما تروح ملعب 11 تلعب 3 صاحب القناة هاني. عرب كان هياخد الكوره. هي جملة واحدة نقدر نختم بيها الشوط، يعني يا ريت يخلص دلوقتي 0 كورة. انا متأكد لو زيزو خرج الزمالك هيكسب ليه طيب؟ هي تبديله كده بحسها سيناريو. عشان ربنا مش بيرضى بالظلم. طب يا بس ابني ما لو تعرفش. ربنا ما بيرضاش بالظلم فعلا خلاص الدليل. سامسون لازم خلاص ينزل. ما تعيطش نفسنا في كاس. بس خلاص ان شاء الله هتيجي، ان شاء الله. بس مش النهارده كوكو مش بيقول لك النهارده كوكو بيقول لك مش شيل. النهارده. اوعى بقى. ماشي يا عم انا ماشي. تعالش خلاص. خلاص يا كان نفسي في كاس. هيجي بس مش النهارده غيره والله. مش النهارده
هيجي صدقني. بقالي كتير أوي ما شفناش بطوله يا عم. يلا بقى شوت يا عم، اخلص جيبها وما تجيبهاش، اخلص. ده مين ده، عبد الله؟ عبد الله يا اخويا سماح، سيبك من اللي عدى وراح، وتعالى ننط ننط من الشباك. انت رفعتها ليه يا عبد الله؟ صفر بقى حكم بقى. شكرا جزيلا، بلا سنه بلا مش سنه، نتقابل في الشوط الثاني. طبعا بدايه الشوط الثاني نزول شيكابالا، وان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله بقى الاهلي يكسب. ف هل في تغيير ما ممكن خدتش بالي. الاهلي يكسب؟ انت ممكن يبقى في تغيير في الشوط الثاني؟ باذن ربنا مع نزول شيكابالا ان شاء الله. ان شاء الله تبقى بس كده. طبعا انا مش عايز اي حق، نفسي يعني عارف، مش عايز اشوف مين يكسب بامانه، بس عايز اشوف اي كوره يعني، عارف حتى لو انا زملكاوي، بس عارف لو الاهلي لعب كوره اشوف اي كوره بدل اليوم المقفول ده من اوله حتى بكره. اتفق معاه. طبعا احنا فاقدين عنصر هنا. كويس الحمد لله. اتشفط تقريبا. حلوه. يا نهار حلوة. اسود، برجعها. يا نهار اسود. برجع الزلموك. ايه ده؟ دماغه صعبه، ناصر منسي شعره صعب كمان. طبعا. يوسف ويوسف هارون كمان دماغه صعبه. انت متبع. طبعا انا حابب اقول دماغه شعر. بجد صعب. زبوله سمير لو تسمح. بص يا حكم. زبوله سمير، بس انا هقول دلوقتي اتفضل. لو تسمح بس تحط الكلام تحت ولا صعبه؟ حاضر احط يا باشا. بامانه. احط. بامانه. بيقول ايه؟ أتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتمه. إن كنت ما تدري فتلك مصيبته، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طبعا خلاص خلصنا بقى فقره الشعر وفقره الفن والتمثيل، وكنا ندخل على الماتش بقى. الماتش كوره بقى. بقول لك ايه طالما الجماهير صفرت يبقى مش بلانتي. مفيش حاجه. ضربه جزاء ايه؟ هو ليه عبد الله بيدافع؟ مش فاهم يا عم. جابت في دماغه، في دماغه يا عم. دماغه كورنر قام حاسبها برضه تثبيته. في دماغه، في دماغه، في دماغه. انت ما بتصدقوش يا عم. من رجليه ايه؟ دي دماغه. كابتن حسن الاستكاوي. ده جاب في مرايه ولا ايه؟ يا أيوة طلع يوسف طب فين سامسون؟ والله حرام سامسون ما يلعبش، والله والله ده يا ظلم، ابني والله. والله ظلم كروي جدا. لكل المسؤولين اللي في ويا جوميز. سامسون راجل مجتهد، كان جاي ما يعرفش يلعب كوره. كانت نوكيا اجتهد. عنده. مدرب الزمالك كده عايز يكسب الماتش. والكولر عايز يخسر. خليك انت اعمل تبديلات في الدقيقه 70 والدقيقه 75، خلي بقى شويه الرمم اللي انت بتنزلهم في اخر ربع ساعه ينفعوك. عارف بجد امتى يبقى الماتش هيبقى كويس؟ لما كولر يبدا يبدل، يبدا يطلع بقى المعاتيه دي، يطلع بقى كريم ندفد، ويطلع خالتي السوليه، يطلع لك دول، ينزل بقى مروان عطيه، ينزل مودست، ينزل قفشه. اضغطوا بقى يا اخي. صح يعني بص، صح. ان الزمالك يبقى وحش ده في العادي في الماتشات دي، لكن ان الاهلي يبقى وحش في ماتش الاهلي والزمالك دي هنا من كاس مصر وفي ملعب نظيف وفي كوره نظيفه. هما مش متعودين على النظافه، متعودين بقى على استاد برج العرب، بجد ونلعب ماتش وحش. غطس، شغل غطس بقى يا ابني ويلا. لا بقول لما الاهلي بيلعب في افريقيا بيلعب بطريقه منظمه عن كده يا ابني بامانه. طب وبتكلم جد مش هزار، اتفرج على كميه المساحات المفتوحه بين الفريقين. اجمد ما في الماتش عمرو دياب. الوحيد اللي ادى اداء والله. عن في نقطه مهمه، انا حاسس ان الماتش ابتدى يسخن، بس احنا يا عيني خلاص رحنا مش راجعين. مفيش ولا يسخن، انت مستاهلك والله. الماتش مفيش كوره، اصل حاسس وخلي بالك الزمالك احسن من الاهلي مليون مره. يا ابني يا الاهلي من جه ناحيه الزمالك في يعني الزمالك احسن من الاهلي. الاهلي فريق درجه رابعه، مش تانية. في حاجه في الأهلي الاهلي وحش بطريقه مش طبيعيه. بحس ان الاهلي مرهق ما تفهمش. لا بحس بص الثعلب ادي اللي انا بتكلم فيه، ما بيلعبش يا جدعان كوره، ما بيلعبش بيلعب والله، إيه طيب؟ والله عايز ضربه جزاء. علامه استفهام مش على السوليه بس، وعلامه استفهام على الاداء توتال في الاهلي. في الاهلي رامي ربيعه عامل ايه حلو، ومصطفى شوبير طبعا بس. مصطفى شوبير. لا بس بجد رامي ربيعه كويس، بجد رامي ربيعه كويس قوي، بس الباقي اداء لا 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 لا, بص لا. الثعلب بقى اهو. اهو يا جدعان، يا جدعان عايز ضربه جزاء بس مشوه. ايه دي؟ اوتو شيكا. ده كان عبد الله شاط احسن. يا ابني كان شيكا عبد قطع الله مش شاط. شاط. كان عبد الله على فكرة شاط. كده لو كان شاط كان ممكن تيجي جول. هو بجد وعبد الله رجله كويسه اصلا، لو كان شاطها كويس كانت ممكن تدخل. خالص. بس كهربا وجود كهربا لحد الدقيقه 75 في الملعب يبين لك ان انت ضعيف قوي.
ما عندكش راس حربه، ما فيش راس حربه، بتلعب بكهربا لحد الدقيقه 75 وانت اسوأ اداء ليك في الموسم. مش كوره دي يا عم، انا اسف الزمالك بعيد قوي عني، ولا سكواد ولا انسجام ولا اي حاجه. انا الماتش ده اكسبه مستريح. الزمالك لسه جايب 500 صفقه، ولا انسجام ولا مدير فني لسه جاي جديد، وانت بقالك قد ايه عمال تاخد في بطولات؟ ايه الاداء ده؟ بصراحه تحنيك. ايه الاداء ده انت الزمالك احسن منك مليون مره النهارده. ايه العبالة؟ ايوب بامانه يا جزيري، انت صفر يا جزيري، صفر. حرام، انا من ساعه ما نزل وانا خلاص انا جادد. ليه سامسون ما ينزلش؟ ولكن نحب نقول لما يوسف اوباما خرج ونزل ناصر في حركه، وده لان يوسف اوباما عقيم، انسان مش عارف هو انسان بره في حياته عامل ازاي، لكنه اكيد عقيم. وناصر من اول مره هو لمس الكره بتيشيرت نادي الزمالك، هو تحس في انسجام ما بينه وما بين لعيبه غريب، والولد بيلعب بروح كويس فعليا. هو تقريبا كفنيا من احسن الصفقات كفنيا من هو وجهة احسن صفقه. من وجهة نظري بجد، من كل الصفقات اللي جبتوها بجد، انا شايفه ناصر ماهر احسن صفقة، لان لعيب صغير لسه في السن اولا، وكورته مركز حلوة. انت كنت محتاجه عندك، وهو لعيب مهاري. انا بامانه حزين قوي. حزين ليه؟ طب بامانه حزين. ليه؟ اول حاجه لو انت يا عم رجعت لا، لا، ليه؟ اما ابعص الماتش. ليه؟ انا حزين ليه؟ اول حاجه عشان خاطر ان المفروض يا جماعه دي الكوره المصريه اللي احنا بننافس بيها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده داس على بقه يا عم. يا عم ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ بص بيتنطط ازاي، بيضحك ازاي، عبيط ليه الواد؟ ايه ده خلي بالك يا جدعان؟ ايه ده يعني بجد؟ هو انا ازاي المفروض اطمح في يوم من الايام ابقى زي المغرب مثلا، واخد واروح رابع عالم ولا كان طبيعي. انت خارج من دور ال 16 في افريقيا. ويا ابني انت اصلا انت متاهل من المجموعات باعجوبه تاريخيه حصلت مره واحده في تاريخ كاس افريقيا. لا يا عم ازاي يا عم؟ بص هاني خلاص مش جاي معاك كوره بقى، ومش جاي معاك السكه، خلاص طريق الكوره ده هاني هيقرر يسيبه، زقه بايده، روح امشي ابعد عني يلا. لو الاهلي خسر الماتش ده ممكن يحصل لي حاجه قول. ما يبقى من اسوأ المطوشه، عارف اللي هو الاحساس اللي هو انا عارف ان الماتش هيبقى وحش، بس كده لا. يعني انا عارف ان هو هيبقى وحش، انا مش مستني ان انتوا تلعبوا والماتش يخلص. ليه بتلم وانت عارف ان انا انت كنت متأخر؟ متوقع هيبقى في كوره من الاهلي. بص في ايه يا جدعان؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ كوره انتوا مين واتمرنتوا فين انتوا؟ شوت يا افشيشه. بقول شوت ليه؟ يا اوفسايد امام يا لهوي. تسلل يا بابا وهيديله انذار. يا ابن اللعيبه قفش على الاسيست. يا رب لا. ممكن ما تبقاش تسلل. اوفسايد حرام. هي حرام تدخل. هي الصراحه ما حدش يستحق، الاهلي ما يستحقش يكسب، بس لا يا رب. تسلل بامانه يا جدعان. يا رب يا جدعان طالما علي معلول واقف كده يبقى جول. يا بقول مش عايز الماتش يخلص. حرام والله. هو حرام الصراحه، يعني احنا كنا وحشين قوي، بس مش مهم، انا جبت جون اعمل لك ايه طيب؟ مش تسلل. لا ايوه هتبقى قتل، هتبقى قتل لو اتحسب. ده خلاص، ده اللي هو انا بديك سكينه في نص بطنك، باني عليك. يا رب جول! هو اللي حسبه تركي الشيخ هو الحكم. تركي برافو عليك يا تركي الشيخ. اوف، هو اسيست الجون ده، اسيست من الاخر، اسيست قفشه من الاخر. احيه على السيناريو، ولا نستحق نكسب بجنيه والله، ولا بجنيه. مكتوبه لك يا ابن المحظوظه دي، ما حصلتش مع كهربا. اول ماتش ليك ضد الزمالك تجيب يا نهار اسود على حظك ده، محظوظ. قول لي يا يوسف طيب، ايه احساسك ده 90 1-0 وبتاع؟ انا مش حاسس ان انا مش، يعني لو تفتكر انا مش مصدوم. لا انا مش مصدوم خالص، لان هو ده الزمالك يعني الزمالك عمره في حياته هو ده الحظ، يعني فاهم انت؟ يعني مش فاهم امتى هينصفنا الحظ مثلا ونجيب جون في الاواخر كده مش عارف ايه. لا هو ده الزمالك، يعني مفيش صدمه. يعني الزمالك من الفرق اللي ايه مش متوقعه، اللي هو بيلعب حلو هيخسر برضه، فاهم؟ بس وانت مين؟ سامسون هيجيب جون. روح وديه هناك يمين يا رب صح، ودي هناك يا رب جون، يا رب جون. يا ولد الولد
بقول لك ايه، قفشه نجم الماتش. يا لهوي على التبديله، يا لهوي على التبديله. اجمل ايه؟ ولا قفشه، قفشه نجم الماتش. عفشه ولا عفشه يا ابن اللعيبه. متخصص الزمالك ولا يا اخي. يقلعوا. الولا بقرة طول انت. السنه. اقلع كل هدومك يا ابني، ما خلاص. لولا برضه خلي بالك، بص البريشر اللي عمله، انحلت. البريشر اللي عمله امام فرق بجمدان. وامام عاشور هياخد هو نجم الماتش. حطها. بص يا يوسف، مش في نص الجون يا يوسف، مش في نص لا، الجون. لا، لا. يا ابني دي محنكه. لا هي دي شوطه؟ قول عواد بقى، كلم عواد. يعني بذمتك دي شوطه؟ يعني دي شوطه تدخل اتخبطت؟ يا اسطى حطها له في الارض يلا. حطها وحشه قوي. لا يا بص وحش يا عم. حطها وحش. بص. مين اللي كسبان دلوقتي؟ عشان مين؟ اهلاوي انت اهلاوي اولا، انت اهلاوي اولا، انت اهلاوي قوي. انا وحش. اهلاوي اولا، انا وحش انت قوي. اهلاوي يا عم أنا وحش. لا انت مش وحش، انت يا ابني اهلاوي. انا وحش يا ابني وكسب اتنين. طيب اعمل ايه؟ اعيط؟ انت مش وحش، انت اهلاوي يا عم. الوقت قرب يخلص. مالك يا رجاله؟ يا ابني كرة فوز وخسارة، بس انا مش عارف الكتالوج عندكم ايه الصراحة. العب يا عم. ولا مصطفى نجم الماتش، نجم من نجوم الماتش والله. مصطفى شلنا في اكتر من كورة. صفر حكم، صفر حكم. الاحتفاء اهلاوي، 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 خلاص يا عبد مش عارف. اهلاوي. كلمة بعد كلمة سريعة جدا. قادر. لا كلمة بعد نهاية المباراة. كلمة سريعة. حرام والله. كلمة يوسف ولا هو ده الزمالك. كلمة زي ما هو قال لك هو ده الزمالك، انا بقول لك هو ده الاهلي. احنا ما لعبناش، ولكن قلت جملة وهنعيدها وهتفتكرها لما قلت لك حرام بمستوى الاهلي ده ما يكسبش الزمالك، وده اللي يقهرني. ده الطبيعي، في فرق مستوى ما بين ده وما بين ده. طبيعي نكسب، ده المتوقع ان احنا اكيد هنكسب الزمالك. ده بجنيه يا ابني. بص يا ابني، يعني انا ما لعبتش بجنيه وكسبك 2. ده عبط يا ابني. اي كورتين راحوا. طب انا اعمل ايه طيب؟ يعني انا لو ما لعبتش هكسب كام؟ بعد نهايه المباراه 2-0 نحب نشكر كل زملكاوي اصيل بهدفين محمد مجدي قفشه وهدف امام عاشور. نحب طبعا نبارك لاخواتنا الزملكاويه، تعيشوا لكل غيرها وتعيشوا لكل علقه، ونحب نشكركم لو وصلتوا معايا لهنا، وهنا نقدر نقول لكم سلام. 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 سلام.